هذه الأيام السابقة شهادة الزهراء عليه السلام. كل واحد منكم هو خطيب، كل واحد منكم هو رادود، وكل واحد منكم هو شاعر. اليوم الحمد لله بعد مو مثل السابق إنه بس التلفزيون موجود، أنت لو بالتلفزيون لو ما تقدر تسولف. هسه اليوم لا، أنت عندك صفحة فيسبوك، عندك قد متابعين، خلينا نفترض أقل شيء 1000. هذول الألف لما أنت تنزل منشور فيه تعزية نعزيكم بشهادة فاطمة الزهراء عليه السلام، هذا بحد ذاته هو نشر علوم آل البيت عليهم السلام. أنا أتعمد أروح للمدرسة كمدرس بيوم شهادة المعصومين عليهم السلام ألبس أسود بأسود، فيسألون المدرسين، يسألوني الطلاب، أستاذ اليوم لابس أسود. ما يدرون إذا هم اللي موجودين هنا ويانا ما يدرون، فبعد بالدول العربية الدول الأوروبية وين يدرون؟ قلت لهم عمي اليوم شهادة الزهراء عليه السلام. هم يدرون بكريسمس. يعني أنا بمدرسة اللي أدرس بيها قبل أسبوع المدرسات وبعض الطلاب قبل أسبوع بدأوا يزينون المدرسة، حطوا شجرة، جابوا هذا بابا نويل وصرفوا فلوس قبل أسبوع، بس ما يدرون لا بشهادة الزهراء لا بوفاة أم البنين، ما يدرون. هذا شنو سببها؟ سببها أنه ما يدري. لازم اكو واحد يقول له ادري، انتبه، اعرف. فإحنا عندك واتساب، انشر بالحالة يا ناس يا عالم اليوم شهادة الزهراء، وانشر حديث عن الزهراء. شنو تخسر؟ انترنت ببلاش، انت دافع اشتراك، اقلها حتى يصير هذا دفع اشتراكك الشهري هو في نشر تراث آل البيت عليهم السلام. عندك تليجرام، عندك جروبات، انشر. عندك انستا، ما ادري شنو، كلها انشر بها. اجعلوا هذه الصفحات وهذه القنوات عبارة عن منبر الكتروني متجول، لا تستخب به. هذا شبكات التواصل الاجتماعي اليوم تصقب دول، زين؟ هذه شبكات التواصل الإعلامي تسوي لك الإنسان الصالح يسوونه إلك عدو، والإنسان العدو يسوونه إلك صديق.